أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. في يومها الثاني على التوالي تواصل المديرية الجهوية للشؤون الدينية بولاية أوسرد بالمدرسة القرآنية زيد بن ثابت إجراء المسابقة الدينية لحفظ وتجويد القرآن الكريم ذكور، وقد بلغ عدد المتسابقون في هذه المرحلة 20 مترشحا في حفظ 10 أحزاب والربع والنصف والقرآن كاملا. المسابقة أشرف عليها المدير الجهوي للشؤون الدينية الأخ السالك أحمد الراجع ومقرئين. طبقا للبرنامج السنوي للوزارة المنتدبة للشؤون الدينية، وخاصة ما يتعلق بالمسابقات القرآنية في هذا الإطار وفي هذا الأساس، تعدل هذه المسابقة اليوم الجهوية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لأنها أيضا من البرامج اللي معمول عليها في خلال هذه السنة. نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق إن شاء الله في هذه المسابقة الجهوية، وعلى أمل إن شاء الله تعالى على أن نجري مسابقة أخرى في نهاية السنة كما هو معهود، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد. نشكركم أنتم القائمين على هذه التغطية الإعلامية على مواكبتكم لهذه الأحداث وهذه الأنشطة، فلكم مني جزيل الشكر. وقد تم شرح الكيفية التي يتم بها اختيار النصوص القرآنية لكل متسابق وفق المقاييس التي تحددها لجنة التحكيم. أنا اسمي زروق محمد إبراهيم السالم، وجاي نشارك في هذه المسابقة الجهوية من مدرسة حياة القلوب، إن شاء الله في أمل أن نفوز إن شاء الله. أنا متسابق نشارك في هذه المسابقة الجهوية مع مدرسة زيد بن ثابت، جايين باقيين يشاركوا إن شاء الله نفوز إن شاء الله. طالب حمزة ولد محمد مبارك من دائرة سوق حياة 3، يشارك بربع من مدرسة زيد بن ثابت، أتمنى نفوز. وتهدف الوزارة من وراء هذه المسابقة إلى ترسيخ كتاب الله في صدور النشأ، فيما يستعد القائمون على هذا البرنامج لاستقبال شهر البركات شهر رمضان الكريم، والطلب على أهبة قراءة وتجويد كتاب الله.